السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يومكم هنا وسرور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. مرحب بكم معايا في فيديو. النهاردة هنعمل مع بعض القرص اللي بالعجوة والسمسم. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا حبايب قلبي ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم مني كل جديد والقناة تكبر بيكم وليكم. المقادير بتاعتنا حبايب قلبي هتلاقوها عندكم في الوصف بتاعنا من تحت، وهتلاقوا الطريقة كلها معاكم في الفيديوهات التانية كلها. العجينة واحدة وطريقة التخمير واحدة. بس اهو يا حبايب قلبي انا قلت ادخل على الفيديو بتاعنا دوت على طول كده، لان انا عامله كل المعجنات معاكم قبل كده فيديوهات كتيره. ادخلوا على القناه وشوفوا الفيديوهات بتاعه البوريك وبتاعه القرص ام عجوه وبتاعه القرص ام سمسم، هتلاقوا كل المقادير، هتلاقوا اغلبيه المقادير بتاعتنا واحده. هي طريقة الأفران كلها واحدة، يعني طريقة العجينة بتاعت الأفران كلها هتلاقوها واحدة. هنبدأ مع بعض زي كده اهو. أنا بعرفك ازاي تبقي ايدك ميزان في العجوة مع القرصة بتاعتنا. هنا يا حبايب قلبي اهو زي ما انتوا شايفين كده بعمل العجوة بتاعتي كده زي الجنيه زي ما انت شايفة كده، وباخد كمية بسيطة من العجينة كده عشان ما تبقاش كتيرة، لان لسه هتنفش معاكي شوية. اهو يا حبايب قلبي هندخل فيها العجوة بتاعتنا على طول كده اهو، وهنقفل عليها كده زي البقجة بتاعتنا كده، ونضغط ضغطة بسيطة خالص. السمسم بتاعنا ما حطيناهوش على الوش، هنحط كمية منه على الوش وكمية منه في القرص نفسها. الناس اللي بتحب السمسم اهو يا حبايب قلبي، الناس اللي طلبت القرص ام سمسم في قلب القرصة من جوه عملتها مخصوص عشانكم. اهو يا حبايب قلبي القرصة اهي قدامك زي ما انت شايفة كده. هتعمليها بأبسط طريقة خالص، ومن غير لا هتعملي بقى بكوباية ولا هتعملي بأي حاجة، بإيدك، كله بإيدك يا حبيبة قلبي. اهو زي ما انت شايفة كده نفتح القرصة بتاعتنا ونفردها ونحط في قلبها حتة العجوة عشان ما تبقاش العجوة كتيرة، تبقى ايدك ميزان في الحاجة كده، وتبقي عارفة ان الحاجة عشان لا تطلع معاكي كتيرة قوي ومتقدريش تاكليها، ولا تطلع قليلة قوي تبقى القرصة ما فيهاش عجوة. اهو يا حبايب قلبي ضغطة بسيطة كده بس، ومسحة زيت بسيطة عن كده كمان، يعني بتحطي مسحة زيت بسيطة او ورق زبدة. يا ريتك تحطي ورق الزبدة بيبقى افضل، وعليها مسحة زيت برضو، ورق الزبدة بيبقى افضل من الصينية كمان. اهو يا حبايب قلبي بنقطعه كله قدامكم اهو، بقطع كل المكونات بتاعتي قدامك، وبعمل كل القرص بتاعتي قدامك اهوت عشان تبقى الطريقة معاكي سهلة، وتقدري تعملي حاجتك على طول، ومش هتحتاجي لاي حد ولا تحتاجي تروحي تجيبي من فرن الفينو. وهتعملي بنص كيلو دي كمية حلوة كده تكفي الاولاد وهم رايحين المدارس. اهو يا حبايب قلبي كده بننزل بضغطة بسيطة عليها كده. يا ريت كمان تقللي الزيت عن يعني الافضل يا حبايب قلبي ورقة الزبدة عليها مسحة بسيطة خالص من الزيت، لان الزيت الكتير دوت في منه قرص لزقت معايا. عشان كده بقولك يا حبيبة قلبي اهم حاجة ورقة الزبدة ومسحة بسيطة من الزيت عليها، لان على الصينية على طول كده مع الزيت ده هتلزق معاكي سنة. اهو يا حبايب قلبي انا رشيت رشه بسيطه خالص من السمسم على القرصه من فوق. انا عامله الفيديو ده مخصوص للناس اللي طلبت القرص ام سمسم من جوه القرصه ومن بره القرصه. انا عاملاه لكل متابعيني اللي زي العسل، الناس اللي طلبت القرص ام سمسم من جوه ومن بره. اهو يا حبايب قلبي احلى قرص بعجوه وبسمسم، جميله جدا، هتنفعكم في المدارس وهتوفر عليكي كتير جدا. وبكده يا حبايب قلبي القرص بتاعتنا خلصت وطلعناها من الفرن زي ما انتوا شايفين كده زي العسل وجميله وبتلمع معانا. اللمعه بتاعت القرص في كل فيديو بقولها يا حبايب قلبي، سر لمعه القرص بتاعتنا الجميله ديت معلقه صغيره من السكر على معلقه كبيره من اللبن على بيضايه، وبتضربيهم كويس وبتدهني وش القرصه. وزي ما انت شايفه العجوه بتاعتنا طالعه طريه وجميله من جوه ازاي، يعني مش ناشفه ولا، جميله جدا. وفي الطعم جميله جدا برضو. بتدهنيها القرص ديت بحبه من الزبده كده وتدعكي كويس عشان تبقى طريه معاكي من جوه. وانتظروني حبايب قلبي في فيديو جديد، ولسه مكملين مع بعض في سلسلة المعجنات بتاعتنا. ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم مننا كل جديد يا حبايب قلبي. وهنتظر رأيكم في التعليقات في كل المعجنات بتاعتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.